بنكمل الحكاية، ولو ما اتفرجتش على الجزء الأول اتفرج عليه عشان تبقى ماشي مع الأحداث وفاهم الحكاية. وفي الوقت ده بنكون في أجازة الصيف، وبنشوف لويد بيشتغل في وظيفة في فندق كبير، وبيكون الفندق ده في وسط الغابة، وصاحب الفندق ده بيكون راجل اسمه كوبا، وهو اللي بياخد لويد وبيعرفه على المكان اللي هيشتغل فيه، وبيقوله إن مؤخرا كانت بتحصل حالات غريبة والناس بتفقد وعيها فجأة بدون سبب. وبعدين لويد بيقابل بنت بيكون اسمها كيكايو، وشغالة هي كمان بدوام جزئي في الفندق، والويد بيبهرها لما بينظف أوضته في كام ثانية بس. وفي اليوم ده اللورد سوريونايل هو راجل من النبلاء، وبيقابل كيكايو في أوضته، وبيطلعوا إنهم شغالين مع بعض وشاكين في كوبا إنه بيزرع أشجار من غير إذن قانوني، وإنها مخلوقات عبارة عن أشجار حية، وبيكون في إشاعات إن في أشجار شيطانية، وإن الأشجار دي جت على الفندق، وإن وجودها هو اللي مسبب هجوم على الضيوف، وإن الشجيرات دي بتحتل الجسم البشري وبتزيد كمان من قوته وكمان سرعته. وبيشكوا كمان إن لويد ساكنه روح شيطانية، وإنه بيشتغل لصالح كوبا. وفي الوقت ده كوبا بيكون شاكك إن كيكايو وسوريونايل هما اللي ورا الهجوم ده. وتاني يوم ريهو بتقعد في فندق كوبا عشان تستمتع بأجازتها، وبتتفاجئ لما بتلاقي لويد شغال هناك. وبالصدفة سيلين وأبوها بيقعدوا هما كمان في نفس الفندق، وأبو سيلين بيكون محضر لها مقابلة مع ابن فريونايل عشان يتعرفوا على بعض ويتجوزوا. وبنعرف إن ابن سوريونايل يبقى ألان، وطبعا سيلين بتبقى رافضة الموضوع، بس أبوها بيخليها تروح المقابلة دي في الآخر. وبعدها سيلين بتقابل اللورد سوريونايل، وهي وأبوها بيكونوا مستنيين ألان. وفي اللحظة دي لويد هو اللي بيدخل، فسيلين بتتهرب من الجوازة مع لويد، وبيروحوا لأوضة المخزن سوا، وهناك بيقابلوا ريهو. وبعدها سيلين بتاخد لويد للينبوع السخن، وهناك بيقابلوا ماري وألقا، واللي بيكونوا جايين ورا لويد. وحتى فيلو ومينا كمان بييجوا، وبيكونوا طالعين في مهمة تحقيق تبع الفندق. وفي الغابة كيكايو بتبقى قاعدة تراقب لويد وكمان صحابه اللي معاه، وبيقاطعها سكرتير سيريونايل، وبيبقى راجل غريب واسمه مينوكي، وبيقول لها إن الشجرة الشيطانية لبسته وبيتحول لهجين شجرة بشرية، وبيعترف إنه بدأ ينبت الشجر ده بطريقة غير قانونية على جبل سيريونايل عشان يردله استغلاله ليه. وبنروح ناحية الفندق، وهناك سيريونايل بيكون قاعد وبيتكلم مع أبو سيلين. وبعد ما مينوكي بيدخل من الشباك بيبدأ يهاجم سيريونايل وسيلين، وباقي صحابهم بيمنعوه وبيجبروه إنه يرجع بره. ومينا وريهو بيجمدوه في مكانه بتعويذة من تعاويذهم، بس هو بيكون لسه ما اتهزمش. وفي الوقت ده لويد بينضم لهم وبينط على راسه وبيكسر الجوهرة اللي بتكون في دماغه، وده بيخلي مينوكي يرجع لطبيعته ويتحول لبشري عادي تاني. وتاني يوم كوبا وسيريونايل بيعتذروا لبعض عشان كل واحد فيهم كان شاكك في التاني، وكمان أبو سيلين بيعتذر منها لأنه أجبرها تحضر مقابلة الجواز. وبعد فترة بنشوف راجل في كنيسة، وبنعرف إن هو اللي غير ذكريات روي، وبيقابل شوما اللي بيبقى معاه ميكونا، وميكونا بتقوله إنها عايزة تقتل لويد، فبيديلها دواء بيمدها بطاقة عابدين، وبيديلها أشجار شيطانية فبتاخدها فورا. وتاني يوم الصبح سيلين وريهو بياخدوا ورقة رسمية من الملك إنهم يهزموا تعبان ضخم، والتعبان ده بيكون ظهر جديد في زنزانة قريبة منهم. وفي مكان تاني في كافيه بنلاقي شوما والراجل اللي شعره رمادي وبيكون اسمه سو، وبيكونوا بيخططوا إنهم يقتلوا نفس التعبان. وألقا بتسمعهم وهم بيتكلموا في الموضوع ده، وبتاخد معاها ماري، وبيروحوا يشوفوا الزنزانة بنفسهم. وعلى الجانب الآخر لويد وباقي أصحابه بيدخلوا الزنزانة المظلمة عشان يستكشفوها. وفجأة ماري وألكا بيدخلوا الزنزانة من السقف، فماري بتنفصل عن ألكا وبتشوف ميكونا، وبتكون متعلقة في الشجرة الضخمة ومستنية لويد. ومرة واحدة لويد بيدخل من الحيطة وبيلاقيهم، ووقتها ميكونا بتطير في الهوا وبتتحول لشكل الدبور، وبتروح عشان تهاجم لويد، لكنه بيقدر يتفادى كل ضرباتها.
وفي وسط قتالهم قوة الضربات اللي بيضربوها لبعض بتخلي الزنزانة تنهار، وأخيرا لويد بيقدر يمسك ميكونا وبيلفها في الجو، وبعديها بيرميها بره الزنزانة. وبعد ما الوضع بيهدى وصحاب لويد بيروحوله، بيظهر لهم التعبان الضخم من وراهم، وبيطلع التعبان ده يعرف لويد وبيتعامل معاه بكل لطافة لأن بيكون لسه فاكره لما كان صغير. وبنعرف إن التعبان ده اسمه فيرترا، وبيقول لهم إنه الوحش الحارس لقرية كومبليه، وبيقول لهم إنه هرب من الزنزانة عشان اتعصب من ألكا بعد ما عملت مريالة من جلد ظهره. وفجأة سو بيظهر وبيسأل لويد شايفه ازاي، ولويد بيكون شايف إن في هالة شيطانية لونها أحمر حواليه، وده معناه إنه شخص سيء. وفي اللحظة دي ألكا بتيجي وبتقول لهم إنها لقت سو أخيرا، وبعدها سو بيضرب التعبان فيرترا وبيقتله عشان يضعف حراسة كومبليه وقوة ألكا. وبنكتشف إن فيرترا لسه عايش بس قاعد حاليا في حزام سيلين. وبتطلع ألكا كانت عايزة تعمل غطا من قشرة فيرترا، بس أخدت الجلد بتاعه من غير قصد وعملت منه حزام وباعته بسعر رخيص وسمته الحزام الملعون. والزنزانة بتكمل انهيار، فألكا بتطلع كورتها الكريستالية وبتستخدمها عشان تنقل الكل بره الزنزانة. وبعد فترة في القصر الملكي بنعرف إن الملك وصلت له رسالة من اليهود، وبيقترح على مدينة أزامي إنها تعمل معرض لمسابقة المواهب بين الطلبة بتوعهم، والملك بيقرر إنه يختار ألان كمحارب باسم أزامي. ولويد وريهو وسيلين ومعاهم ماري وألكا بيسافروا كوملين عن طريق الغابة عشان يعالجوا فيرترا، وبتروح معاهم كروم وكولين. وبعد ما بيدخلوا في كهف بيقابلوا القزمة يوج، وبتخلي الكل يدخل في بوابة ملونة، وبيطلعوا بيلاقوا نفسهم واقفين على منحدر بيطل على قرية كوملين. وبعد ما بيوصلوا لميدان البلدة، ريهو وكروم بيحسوا بقوة مرعبة وبتكون طالعة من الكرويين، وإن الناس هناك بيكونوا عايشين حياة غريبة. وبنكتشف إنهم أقوياء جدا وسريعين كمان جدا، وبيسافروا عن طريق إنهم يدخلوا جوه المدافع وبيضربوها. وهم بيوصلوا لبيت ألكا، وكولين وكروم بيزوروا ميترفين، وده دلوقتي بيشتغل في حقل القمح، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا أسلوبه اتغير تماما واتحول من راجل وطني لراجل مزارع. وبعد كده لويد وصحابه في القرية بيحضروا وليمة ضخمة، وفي الأوضة التانية ميرتوف بيعتذر لماري وبيشرح لها اللي حصل قبل ما يتورط مع عابدين، إن في يوم بياع متجول اداله بيضة غامضة ونومه مغناطيسيا وقال له يدي البيضة دي للملك. ولما الملك مسكها بإيده، البيضة أطلقت بخار أخضر على الملك وخلاه يتحول لعابدين. والحاجة الوحيدة اللي مردوف فاكرها بخصوص البياع المتجول ده إنه سأله في الأول هو شايفه إزاي، والسؤال ده ماري بتكون سمعته قبل كده. وتاني يوم الصبح لويد والباقي بيسافروا للزنزانة الأخيرة عشان يعيدوا إحياء فيرترا، ويوج بتشرح لهم آخر زنزانة لملوك الشياطين، وإن قرية كوملين معمولة عشان الكرويين يهزموا أي ملك شيطان يهرب من الزنزانة دي. وبتشرح لهم إن السيف المقدس ده بيستخدموه كمفتاح الزنزانة، وكروم بيأكد لها إن السيف في أمان دلوقتي في القلعة. وبعدها يوج بتعمل لهم مطبخ فجأة، وسيلين بتديها الحزام السحري، ويوج بتلف فيرترا وبتجهزها على إنها لحم خنزير وبتحطه في الحلة لمدة 3 ساعات. وبعد ما ال3 ساعات بتعدي بتطلع العلبة المدورة من الحلة، وألكا بتبتدي تحس إنها بقت أضعف. وبعدها الكل بيستعد عشان يروحوا للبوابة ويرجعوا تاني على أزامي، بس بيكونوا مستنيين لويد عشان يودع الكرويين. ويوج بتقول لألكا إنهم محتاجين يتكلموا في موضوع مهم، وبتاخدهم على الغابة، وهناك بتدوس على صفيحة وبتفتح حفرة، وألكا بتقع جواها. وفي الوقت اللي ألكا بتكون محبوسة فيه في الحفرة دي، يوج بتقول لها إنها بدل ما تعيد إحياء فيرترا هي حبسته. وهنا بنكتشف إنها شغالة لصالح سو وشوما، وبتبقى عايزة تفتح الزنزانة الأخيرة ويطلعوا كل ملوك الشياطين من جواها عشان يستولوا على العالم. وفي الوقت اللي لويد لسه بيودع فيه أهل القرية، يوج بتقول لسيلين والباقي إنهم يعدوا من البوابة ويرجعوا على أزامي وما يستنوش لويد. ولما لويد بيرجع بيدور على ألكا ويوج، ويوج بتروح مع سيلين والباقي وبتقفل البوابة وراها. وميرتوف بيروح يزور أزامي معاهم، وبيكون جايب معاه خضار عشان يديه لماري كتذكار منه. وفي المدينة مينا وريهو بيقرروا إنهم يزوروا روي في المستشفى،
وهناك ريهو بتسألها عن الراجل اللي قالها عن السيف المقدس، بس روي ما بتبقاش فاكرة أي حاجة غير إنه سألها هي شايفاه إزاي. وريهو بتفتكر إن سو كان قال نفس الجملة دي للويد لما كانوا في الزنزانة. وروي بتفتكر كمان إنها سمعت صوت طفلة بتاكل مصاصة، وريهو بتستوعب إن دي غالبا بتكون يوج، لأن الأقزام دايما بياكلوا الحلويات. وفي الحلبة الكل كان بيجهز لمسابقة المعرض، وريهو بتحذر الملك إن أزامي ممكن تكون في خطر. وفي الليلة دي لويد بيلاقي ألكا في الحفرة، وبتبعت لويد على أزامي وبتضربه بالمدفع عشان يوصل بسرعة. والويد بيفضل طاير في الهوا وبيستخدم تعويذ الطيران عشان يفضل رافع نفسه. وتاني يوم مسابقة المعرض بين أزامي بتبدأ، وفي الحلبة ألان بيواجه مقاتل وبتكون تبع اليهود، وبتطلع ميكولا وألان بيحاربها بأقصى قوته، بس هي بتتفادى كل ضرباته وبتهزمه بضربة واحدة بس. والملك بيكون بيتفرج على المباراة مع ممثلين اليهود اللي هم شوما وسو، وبيطلب منه إنهم يعملوا تحالف مع اليهود عشان يحتلوا العالم سوا. بس الملك بيرفض طلب سو وبيقوله إن حلف ما يسببش أي مشاكل لأهل مدينته بعد ما اتلبس من عابدين. وعلى الجانب الآخر سيلين وماري وريهو بيحاصروا يوج، وبيقولوا لها إنهم عارفوا خطتها وإنها خلاص وقعت. فيوج بتحدف عليهم بالدبابير، وبتستدعي كمان سرب من الدبابير واللي بيهاجموا الجمهور اللي موجود في المكان. وبنكتشف إن الملك مستعد لأي هجوم، وعشان كده استبدل الجمهور بجنوده محاربين. وفي الوقت اللي الجمهور بيحارب فيه الدبابير، ميرتوف بيظهر من ورا شوما وكمان بيهاجمهم، وبيتقاتلوا في الحلبة. وفي وسط قتالهم شوما بيقوله إنه زهق من العالم ده، وعشان يخلي الويد يفتكر إن العالم ده مثير للاهتمام وكمان يخليه يستوعب حلمه ويبقى كمان جندي قوي وشجاع، شوما بيعترف إنه عرض العالم كله للخطر، وبسرعته الهايلة بيقرب من ميرتوف، وفي غمضة عين بيضربه جامد وبيرميه على كراسي الجمهور، وبيقدر إن هو يهزمه. وفي الوقت ده عند كراسي الجمهور ألان بيفاجئ سو وبيقدر يقطع له دراعه، بس سو ما بيتأثرش من اللي حصل وبيرجع يوصل دراعه بجسمه تاني، وبيكشف له إنه مخلوق معمول من الحطام. وزمان لما كان العالم في حالة فوضى، ألكا دربته على إنه يبقى قوي وينقذ البشرية ويقودهم. ولما أنقذ البشرية فعلا كان المفروض يختفي، بس هو ما عملش كده وفضل يلف العالم، ومع الوقت اتحول لشخص غير مستقر، والناس كلها بتشوفه بطرق مختلفة. وعشان كده بيسأل كل اللي بيقابلهم هما شايفينه ازاي، وهدفه دلوقتي انه يختفي تماما. وعشان يعمل كده المفروض يقتل ألكا ويحول لويد لبطل. وفي اللحظة دي لويد بيجي الحلبة، وألكا بتقوله إن المفروض يدمر الآلة اللي فيرترا جواها، ويوج بتوريله إن العلبة معاها. فالويد بيحدفها بصخرة ضخمة، بس يوج ما بتقعش وبتهبط بأمان. وبعدها بتستدعي وحش ضخم، والوحش ده بيمتص ميكولا وهي فاقدة وعيها جواه، وبيتغذى على قوتها. والويد بيبقى فاكر إن ده أول وحش حقيقي يهاجمه في حياته، بس القتال في البداية بيكون صعب حبتين، وخصوصا إن الوحش بيفضل يجدد في قوته. وبعد فترة من القتال الوحش بيرميه على الأرض وبيبدأ يضرب فيه وهو فاقد وعيه، وفجأة ميرتوف بيظهر وبيقطع راس الوحش. وبعد كده ريهو بترفع سوار ماري لفوق على إنها هتديهولها لما تفوق، ولما ميكولا بتسمع ده بتفوق وبتاخد السوار وبتتغلب على الوحش. ووقت ما يوج بتكون مشتتة، سيلين بتسرق منها العلبة اللي بيكون جواها فيرترا وبتحرره على طول. ولما ألقى قوتها بترجع لها بتطلع لهم فجأة وبتلقي تعويذة بتستدعي بيها نيازك، وبيخلصوا على كل الدبابير. وبعد شوية شوما بياخد يوج وكمان سو، وبيقولوا إن شغلهم خلص هنا، وبيوعدهم إنه هيكمل مهمته قريب قوي. وبعد فترة كل حاجة بترجع لطبيعتها. ميردوف بيقرر إنه يرجع يعيش في أزامي ويرجع لشغله كجندي. وفي بيت ماري الكل بيكون متجمع، والويد هو اللي بيحضر لهم الغدا، وكلهم بيستمتعوا بوقتهم سوا. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.